السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة يا جماعة هكلمكم على الغيابات المؤثرة في فريق الوداد المغربي. وقبل ما هتكلم على الغيابات المؤثرة لفريق الوداد يا جماعة في المباراة النهائية الأولانية اللي هتقام هنا في القاهرة بإذن الله يوم الأحد القادم، أنا هتكلم على غياب مؤثر جدا جدا للنادي الأهلي يا جماعة. منذ قليل أعلن المدير الفني للنادي الأهلي كولر على غياب محمد الشناوي على المباراة الأولى اللي هتقام في القاهرة. وغياب الشناوي يا جماعه طبعا مؤثر، طبعا مؤثر، حارس دولي وكابتن النادي الاهلي. بس ان شاء الله احنا بنقول ايه، البدلاء ان شاء الله يكونوا رجاله وقد المسؤوليه. اول حاجه يا جماعه في غيابات النادي الوداد المغربي الحارس احمد رضا التكناوتي ده كابتن الفريق وراجل حارس الوداد الاول، برضه بيغيب على المباراه النهائيه، مصاب بقاله اكتر من شهر غايب على المباريات يا جماعه. وعندهم قلب الدفاع عملاق الدفاع حسين بن عياده اللي التقارير اثبتت اصابته في العضله الخلفيه وغيابه عن مباراه الاهلي. حسين بن عياده اسم كبير وهو قائد الدفاع، هيغيب عن المباراه الاولى واحتمال كمان يغيب عن المباراه الثانيه. تاني واحد يا جماعه نجم خط الوسط ايمن الحسوني الهاف ديفندر الرئيسي بتاع الوداد المغربي، هيغيب عن المباراه. تالت واحد وده اهم واحد يا جماعه اللي الشكوك بتحوم حوله، اللي هو هيلعب ولا لا. احنا كاهلاويه او كمصريين او كاي حد احنا مش عاوزينه يلعب، ده بالذات مش عاوزينه يلعب. ده السنغالي سامبو. الراجل ده يا جماعه هو هداف الفريق الاول لفريق الوداد، وهو اللي شايل الوداد سواء في افريقيا ولا في الدوري. بس الشكوك والكلام اللي طالع، هو طبعا هو مصاب واحنا عارفين، بس الشكوك والكلام اللي طالع اللي هو يا جماعه اللي هو هيلعب المباراه. ده الكلام الاخير اللي قال، كان في كلام طلع اللي هو هيغيب عن المباراه، بس هو نزل التمرين يا جماعه. سامبو يعتبر هو الهداف الاول للفريق الوداد المغربي في الدوري الممتاز وفي افريقيا يا جماعه، ان شاء الله. حتى لو لعب احنا عندنا رجاله في الدفاع، محمد عبد المنعم ومحمود متولي يقدروا يقوموا بيه باذن الله. طبعا كده الغيابات المؤكده بالنسبه فريق الوداد يا جماعه هو احمد رضا التكناوتي الحارس الاول للفريق، وطبعا حسين بن عياده قلب الدفاع، ونجمهم برضو حميد احداد. كلنا طبعا عارفين حميد احداد اللي هو كان نادي الزمالك مستعيره من نادي الوداد المغربي، من نادي الرجاء المغربي. هو حميد احداد يا جماعه برضو عنده اصابه بقاله اكتر من شهر، فهو هيغيب عن مباراه الذهاب ومباراة الإياب، مش هيلعب المباراتين. بس احنا كل تركيزنا يا جماعة لخط دفاع النادي الأهلي للاعب السنغالي، لأن يعتبر ده يا جماعة أخطر واحد. احنا لو مسكنا ده يا جماعة كده احنا ربطنا الوداد، عرفنا نقفل مفاتيح الوداد، اللي هو اللاعب السنغالي سامبو هداف الفريق. وهو على فكرة هو راجع برضو من إصابة، وان شاء الله الاهلي يعمل مباراه كبيره ويفرح المصريين يوم الاحد باذن الله. احنا نخلصها هنا، احنا نخلص النتيجه هنا، احنا مش هنستنى اما نروح المغرب، احنا نخلص النتيجه هنا سواء ب 2-0 او 3-0، لان الرجاء برضو على ملعبه صعب، الرجاء على ملعبه صعب خلاص. وان شاء الله ننتظر اللقاء يوم الاحد القادم ونفرح كمصريين كلنا باذن الله باللقاء، وبنقول للاهلي افريقيا يا اهلي.